نمرة 6 اللي كانت المسابقة الأولى هنا برضو في مصر وفي مكتبة الإسكندرية سنة 2010. الجديد في الحقيقة هو يعني نفس التنظيم. في السنة الأولى أنا تشرفت بالمشاركة فيها، إنما المسابقة كتنظيميا وإجراءاتها هي، لكن الاختلاف هو في مستوى الأبحاث وفي مستوى الطلبة اللي هم فائزين. زي ما انت عارف 110 طالب اللي انت شايفهم دول جايين من تصفيات من 100,000 طالب تقريبا. فبالتالي انا اللي لاحظته طبعا تطور عالي جدا في المستوى الفكري ومستوى الإلقاء ومستوى التدريب في الأبحاث ديت، وده شيء صحي جدا. لازم نعرف ان لسه كنت بقول دلوقتي انه المسابقات دي عبارة عن ايه؟ هي احد ادوات التنقيب عن الافكار الجيده، زي ما بتنقب على المواد البتروليه، على المعادن، صح؟ لما بتيجي بتنقب على الحاجات دي انت بتبذل مجهود كبير جدا في الاستكشاف لغايه لما تطلع تضمن ان في حاجه. فلازم نعترف انه لازم يبقى في مجهود كبير، ولازم يبقى في عدد كبير يشارك عشان تحصل على افكار قابله للتنفيذ. طيب هل يا ترى حصل؟ ايوه، هتشوفوا دلوقتي بعض الناس اللي شاركوا في المسابقات السابقه وبقى عندهم شركات عالميه وتبنتهم بعض المؤسسات وهكذا. الخطوات الجايه انه الابحاث المتميزه جدا دي احنا دورنا كمؤسسات مجتمع مدني ان احنا ناخدها ونعرضها بالتواصل مع الحكومه وتكون قابله للتنفيذ عشان يتبناها. اذا اللي انت شايفه ده في حد ذاته ما هوش منتهى، تمام؟ انما الفايده بتاعته ان في حد فكر، في طالب فكر، جات له فكره ابتدى يعرضها، دي في حد ذاتها انجاز. انما عشان يتحول بقى الى صناعه وتجاره بعد كده دي بتبقى عاوزه لها خطوات تانية، ولازم النسبه اللي بتنجح فيه بتبقى اقل بكتير من المشاركه الكليه دي. اللي هيقود الحاجات دي هو العمل التطوعي والعمل الاهلي. ان ازاي يبقى العمل الاهلي نعمل له مؤسسه، اي انه يدخل بصوره مؤسسيه مع الحكومه، بحيث العمل الاهلي يبقى دراع الحكومه. لان انا كنت في الحكومه عارف الحكومه تنفيذيه، اما الافكار والحاجات زي دي فتجيلها زي ما تقول مطبوخه كويس، ودي بيقوم بيها العمل الاهلي. بس يكون العمل الاهلي جزء من التنظيم، من الهيكل، وده اللي ان شاء الله باذن الله كتير في مؤتمرات عقدت لهذا. واعتقد مع قانون الجمعيات الجديد ان شاء الله باذن الله يبقى في تفعيل اكتر للعمل الاهلي ان شاء الله. ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفاه، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه. ام الدنيا مين ولا في زيها فين، بلادي في حبابي. ثروه في ايدينا من ولاد مبدعه بتفكر ببساطه، بتشرح بالك علماء واخد بالك، علماء حقيقيين. شوف لما انت تاخدهم في السن دي وتضخ فيهم روح التقدير والامتنان والتنفيذ لما يتم، لا موضوع في غايه الاهميه. وهشوف انا على المستوى الشخصي اقدر اعمل ايه. يعني بقول لك لو وصل لمرحله ان احنا ناخدهم واحد واحد عشان نعرض منتجهم على الشعب المصري، قد يكون احدى الموضوعات الجاذبه للتلفزيون المصري، الموضوعات الحقيقيه وليست الموضوعات اللي هي جدليه او صخبيه او سميها زي ما تسميها. ليه دي موضوعات للمستقبل، موضوعات لبكره، موضوعات للانتصار، موضوعات للحياه، موضوعات عشان تاخد مكانك تحت الشمس. قول زي ما تقول يا هاشم. والله حتى وهم في وسط زمايلهم مفيش مشكله يعدوهم بقدره الابتكار، ينافسوا بعض، واكيد زيهم كثيرين. ده دول اللي احنا شفناهم، واللي احنا شفناهم انا وانت ومجموعه نقول 1000 2000 يبقى ما حدش شافه، اذا تحتاج الى دعايه اكثر. طبعا وعرض. وانا هفكر في حاجه مع الاستاذ عصام فعلا لصالح هذا الموضوع تحديدا. ولا اي
فرحان النهارده جدا جدا. الحمد لله احنا اخذنا المركز الثالث على مستوى المعرض كله، كأول فريق مصري يخش في مجال الماس الرياضيات ويتأهل الحمد لله، فده شرف كبير لينا. الحمد لله مصر حققت النهارده مجموعه من الجوائز والانتصارات، كانت حاجه حلوه جدا يعني، حاجه تشرف. نتمنى ان شاء الله المزيد والمزيد باذن الله تعالى. بنهدي كل النجاح ده لاسرتنا والمصريين كلهم، والف الف مبروك، ويا رب ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله اول على طول ان شاء الله. مشروع دليلك في يدك، فزت الفئه الثالثه على الانظمه المدمجه قيمه $500. فوز المشروعين هو فوز لجميع الفريق وفوز لفلسطين كله. مبروك لفلسطين، مبروك لفلسطين والشعب الفلسطيني خاصه، وبهني كل اللي شجعوني ودعموني بالمشروع. فزت بالمركز الثاني ولله الحمد، ومشروعي في مجال الطب، واطمح في المستقبل الى ان اتمكن من ان اساعد اكثر ناس باستخدام العلم في مجال الطب. عنوان المشروع ارتباط وعلاقة الخلايا التائية، الأنواع الفرعية للخلايا التائية الذاكرة في تنظيم الاستجابة للالتهابات في الربو. فزت بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في الكاتيجوري بتاع الميكانيكال انجينيرنج. تمام. طبعا انا بوجه الشكر لاصحابي كلهم والفريق المصري الجامد اللي استحوذ على كل الجوائز، معظم الجوائز في كل الكاتيجوريز. خدنا مراكز اول وثاني وثالث مقرر وسبيشال اوورد، فما سيبناش جايزه ما خدناهاش يعني. بوجه الشكر لاصحابي كلهم والفريق المصري اللي تعب جامد وعملنا مجهود عظيم، ما وصلناش لده بالسهل. وبشكر كل واحد من الفولنتير المصريين اللي تعبوا معانا، يعني حقيقي مجهود كبير جدا. عمرو مصطفى ابراهيم عمر وفادي مصطفى ابراهيم عمر عن مشروع ايجاد مساحه ومحيط الدائره. الف مبروك، وقيمه الجائزه $1500. محمد ايمن محمد عبد اللطيف، الف مبروك لمصر. دولة الامارات مريم محمد الهاشمي، مبروك. عن مشروع التجلي بالبلاك، مبروك لدولة الامارات، المرتبة الأولى في المجموعة الخامسة، كبرى وقيمتها $2500 وهي لدولة مصر. محمد أيمن محمد عبد اللطيف، ألف مبروك لمصر، وألف مبروك لكل الفايزين، وألف مبروك علينا ال 111 طالب المبدع. اسم المشروع الفائز بالجائزة الكبرى من مصر عزل خلايا سرطان الرئة ومنعها من التغذية. خدت المركز الاول على المعرض كله، وبكده مصر هي اللي خدت المركز الاول على 11 دوله عربيه. مشروعنا اسمه الآلة الذكيه، هو عباره عن آلة زراعه داخل الجرين هاوس. ولا اي كلام